أولي 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 زيزو زيزو أولي 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 زيزو 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 زيزو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك العظيم، ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك. مباراة عصيبة، مباراة كانت هتخرجنا عن شعورنا حرفيا. جمهور الزمالك وأنا واحد من جمهور الزمالك كنا خارجين عن شعورنا حرفيا بمعنى الكلمة. إحنا كنا هنخرج عن شعورنا. سيناريو مباراة السنة اللي فاتت، مباراة السنة اللي فاتت بتاعت الدور الأولاني لو تفتكروها، الزمالك بيتأخر بهدف، بيتأخر بالتاني، ده السنة اللي فاتت، وبيجيب الجون الأولاني زيزو من ضربة جزاء، والجون التاني زيزو من ضربة جزاء، ومحمد عبد الغني بيجيب هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة. السنة اللي خدنا فيها الدوري السنة اللي فاتت خلصت المباراة 3-2. تحولنا من تأخرنا بهدفين لنتيجة 3-2. ده اللي حصل النهارده، وده اللي شفناه النهارده مع المتعة الكروية من لعيبة الزمالك، مع المايسترو، مع البروفيسير الجديد، مع الثعلب وسيريو، مع الثعلب وسيريو اللي احنا كلنا هاجمناه. وانا اولكم بقولها تاني، كلنا هاجمنا اوسيريو، كلنا ضد طريقة لعبه، ولحد الآن عندنا أخطاء، وعندنا أخطاء كارثية، بس إن شاء الله واحدة واحدة الأخطاء دي هتتعالج. بس نادي الزمالك بقى ليه شكل، لعيبة الزمالك بقت ليها شكل في الملعب. زيزو بيصنع الفارق، زيزو كلمة السر في نادي الزمالك، زيزو الفاكهة بتاعت نادي الزمالك دلوقتي. زيزو أحسن لاعب فيك يا مصر حاليا، وأحسن لاعب شفته في مصر في آخر 15 سنة. اللي يعارض يعارض، زيزو بيعمل كل حاجة في الكورة، زيزو بيعمل كل حاجة في الكورة. زيزو كانوا بيقولوا عليه ضربات جزاء، بس ضربات جزاء، فاولات، اجوان زي ما انت عايز ومن اي حتة، متعة كروية من زيزو. زيزو اللي بيصنع الفارق لنادي الزمالك. احنا مش مع بيع زيزو، والإدارة أبلغت زيزو ممنوع الاقتراب والتصوير. زيزو أعلى لاعب في مصر، أعلى كواليتي في مصر. أحمد مصطفى زيزو بيقلب المباراة من تأخر نادي الزمالك بهدفين للفوز بنتيجة 3-2 على فيوتشر. مستر أوسيريو غلط الشوط الأولاني واتكلفنا بهدفين. مستر أوسيريو النهارده بدأ بتشكيل غلط. فتوح كان على الدكة، شيكابالا كان على الدكة، عمر جابر بقى ليه دور دلوقتي اللي احنا كنا بنهاجمه. عمر جابر انا بطالب مجلس الإدارة ما يفكرش في رحيله، احنا كنا عايزينه يمشي، بس عمر جابر الموسم الجاي مع الصفقات الجديدة هيبقى ليه شكل، وهيرجع عمر جابر اللي احنا عارفينه كلنا. وعمر جابر ابن من ابناء نادي الزمالك. النهارده الزمالك اول 20 دقيقة بيستقبل هدفين، 2-0 على نادي الزمالك باخطاء كارثية، اخطاء كارثية. انا قاعد انا مزدهن. ده الزمالك بتاع ماتش المقاولين وبتاع ماتش الستة، استحالة استحالة ده الزمالك بتاع ماتش الستة. ايه اللي حصل النهارده؟ فتوح ما بدأش اللقاء، شيكابالا ما بدأش اللقاء، ودول ورقتين جامدين جدا ما بدأتش فيهم اللقاء. شفنا خلل دفاعي، شفنا الزمالك الفرقة واللعيبة بعاد عن بعضها، لعيبة الزمالك ما بتقربش لبعض، عكس فيوتشر اللي كان نازل الشوط الأولاني وضاغط وبيهاجم على الجناب وبيهاجم من العمق، ولعيبة الزمالك
مفيش حاجة خالص أول نص ساعة. الهدف الأولاني وغلطة من صبحي، والهدف الأولاني عن طريق ناصر ماهر. ويستمر ضغط فيوتشر، وبعد ضغط فيوتشر الكبير خطأ كارثي، خطأ كارثي من مصطفى الزناري ومن محمد عبد الغني. يا محمد عبد الغني، أنا نفسي أعرف، أنا مش عارف أنت بتخاف من اللون الأحمر؟ غلطة كلفتنا بهدف تاني في أول 20 دقيقة، بس لعيبة الزمالك رجالة، وأحمد مصطفى زيزو نجم الشباك بلا منازع، وأحسن لاعب فيك يا مصر. زيزو في الدقيقة 46 والوقت بدل الضايع هدف الأول، ولا أحلى ولا أروع من كده. شاف جنش متقدم وحطها له، شاف جنش متقدم وحطها له والهدف الأول. وقلنا الحمد لله إن إحنا جبنا هدف في الشوط الأولاني. ويستمر ضغط نادي الزمالك، وضربة ركنية وأسيست من أحمد مصطفى زيزو، وغلطة من جنش، والهدف الثاني لناصر منسي، مع اعتراضات من جنش على حكم المباراة الصباحي والجهاز الفني اللي ما عرفش هم اعترضوا على ايه وهم عايزين ايه اصلا. يا كابتن يا علي يا ماهر، انت عايز ايه؟ فين الاحتكاك اللي اتعمل مع جنش وبتعترض على ايه؟ ويخلص الشوط الاولاني 2-2، ينزل الشوط الثاني نلاقي 3 تغييرات دفعه واحده بدايه الشوط الثاني. شيكابالا وفتوح وعمر جابر الثلاثه ينزلوا ويصنعوا الفارق لنادي الزمالك، والزمالك يظهر بالشوط الثاني وينزل الشوط الثاني احسن من الشوط الاولاني، وماسك كوره وبيهاجم فريق فيوتشر. وبريمان جاي بدأ يظهر في بداية الشوط الثاني، وفاول عالمي، فاول عالمي، ضربة حرة مباشرة عالمية، خداع ومكر لعيبة الزمالك. فزيزو وشيكابالا، جلش واقف محتار، شيكابالا ألفها، لو انا قفلت الزاويه دي شيكابالا يحطها لي هنا، لو انا سبت الزاويه دي زيزو ممكن يحطها لي كده، ممكن يلعبوها عرضيه. مبقوش عارفين يعملوا ايه، مش عارفين، مش جنش مش عارف يعمل ايه. شيكابالا بيتحرك وزيزو بيخش يحطها بلياردو. نفس هدف المصري السنه اللي فاتت لو تفتكروا، في ماتش المصري والزمالك، واللي الزمالك تحول تاخره من هدف الفوز بهدفين السنه اللي خدنا فيها الدوري. ويستمر ضغط الزمالك وكرة في العارضة لشيكابالا، والزمالك بقى شكله أحسن. وعايز أقول لكم على نجم صاعد واعد اسمه أحمد إيشو، أيمن حفني الجديد، موهبة صاعدة، موهبة جميلة جدا، موهبة مع الوقت هيبقى لعيب عالي جدا وكواليتي عالي جدا. وتنتهي المباراة بفوز نادي الزمالك 3-2 على فيوتشر اللي هو الأهلي 2، وصيحات واعتراضات، وكان ناقص يضربوا الحكم من علي ماهر والجهاز الفني اللي مع علي ماهر، ومن جلش ومن لعيبة فيوتشر، وطرد لعلي الفيل لضربه الفتوح بدون كورة. الزمالك النهارده بيحاول تأخره من هدفين للفوز 3-2. هو ده الزمالك. لو مستر اوسيريو كان جه شويه عفوا، لو مستر اوسيريو كان جه شويه بدر شويه بدايه حتى من الدور الثاني، كانت المنافسه على الدوري كان ليها شكل تاني. دلوقتي ما كانش الدوري اتحسم، كان الزمالك هينافس على الدوري بقوه. الزمالك بقى ليه شكل، الزمالك بقى ليه اسم، ورجع لعيبه الزمالك رجعت اسم نادي الزمالك تاني. واحنا منتظرين منكم الاحسن والاحسن والاحسن، وان شاء الله مع وجود الصفقات الجديده نادي الزمالك هيبقى نادي عالمي. نادي الزمالك بيقدم احسن كره في مصر حاليا، واللي يضحك يضحك،
وباذن الله الدور عليكم يا ولاد فكريه، الدور عليكم يا ولاد فكريه. ويوم الخميس الدخله هتبقى عليكم يا ولاد فكريه. وفي الاخر بقول الف مبروك لكل جماهير الزمالك العظيمه، وان شاء الله باذن الله نلتقي في فيديوهات قادمه، وان شاء الله نحتفل كلنا يوم الخميس بالفوز على ولاد فكريه. اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، اوه زملكاوي، اوه زملكاوي. سلام.